تعرض كل ما النطح يبقى اكتر. انت بتفكرني بيهم لو انت ما استوعبتش هذا الكلام، او لو انت ما استوعبتيش هذا الكلام. فلاحين كرة جابوا لي الشلل. والله شلل من عدم الحركة بتاعتهم، من البرود اللي هم عليه، سواء كان في الصعيد ولا في الدلتا. الناس اللي عمالة تعمل توكيلات للفريق عبد الفتاح السيسي، كنتوا فاكرين التوكيلات دي هتجيب نتيجة ولا هتخلي الفريق عبد الفتاح يتحرك ويغير الحكم؟ لا، عملية معنوية لا قيمة لها في القانون نهائي، ولا يعتد ولن يعتد به. امال ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع انكم تنزلوا في الشارع ده يا راجل. ده انا قلت لكم اللي مش قادر ينزل قدام بيته. مفيش خروف نزل قدام بيته. ما هو مش خرفان النت بس اللي يتقال عليهم خرفان، لا، كل نعجة وكل خروف وكل تيس وكل معزة مش هتنزل هيتقال عليها الكلام ده. هنوصفها وهنشبهها بانها خروف ومعزة وتيس ونعجة. انزلوا قدام بيوتكم، محدش نزل. انزلوا قدام بيت العمدة، محدش راح. اللي اتحرك عدد قليل جدا. طيب ان شاء الله تتحركوا لما تيجوا الصبح تشتروا عيش ما تلاقوش عيش، لان هي دي طبيعتكم. شعب ما بتحركش الا لما يتلسع بنار جهنم يوم يتحرك. انما ما لسع بنار بسيطه كده لا يستحمل. نزود النار شويه يستحمل. انما لما يتلسع بنار جهنم يقول اي ويخرج. خليكم ما نروح نشوف الاخبار العالميه والعربيه والعبريه والمحليه